مرحبا بكم في قناة الحدث بالجزائري. لا تنسوا الاشتراك في القناة لتكونوا الأقرب للحدث. ألقت مصالح الأمن بالجزائر العاصمة على الانستغرامز وعارضة الأزياء الجزائرية وحيدة قروج نهاية سنة 2022 بعد أن تم اقتحام منزلها بإذن وترخيص من العدالة والعثور على كمية هامة من المخدرات ومبالغ مالية. المعنية تم تحويلها فورا رفقة رضيعها البالغ من العمر 8 أشهر بعد العثور على كمية من المخدرات في منزلها. ويجدر بالذكر أن وحيدة خرجت في حصة تلفزيونية على قناة خاصة ليلة رأس السنة، كانت شكرت زوجها وهذا وكان قد دخل شقيقها المقرب إلى السجن ودفعت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ها هو اليوم ينفجر خبر اعتقالها وفرار زوجها، فما رأيكم أنتم بما يحدث؟